لكل واحدة معاها واحد يكذب عليها وهي بتبرر من جواها ان هو ما بيكذبش ويمكن يكون بيقول صح، وانتي حاسة ان هو بيكذب، صدقي احساسك. ولكل واحدة حاسة ان اللي معاها بيخونها بس احساس بيقين، بس بتحاول تقول كلام تاني عشان خاطر تفضل معاه وتكمل، صدقي احساسك. ولكل واحدة مستحملة وجع وكسرة وقلة قيمة وذل لمجرد بس ان هي بتحب اللي قدامها ومفكرة انها هتموت من غيره، احب ابشرك ان انتي اصلا مش هتموتي. هو وجع وكسرة بس عيشيهم وانتي بعيدة عنه كرامة، احسن لك مليون مرة ما تكوني قريبة منه وهو شايف نفسه ان هو انزل وما جاش غيره. يا بنت الناس، انتي ايه اللي يخليكي تستحملي كذب واهانة وقلة قيمة وعدم مسؤولية وكسرة ووجع قلب؟ انتي على البر من بره وتيجي تقولي هو انا بيحصل فيا كده ليه؟ انتي على البر احسن ما تكوني معاه جوه ومعاكي 3-4 عيال ومضطرة انك تكملي وتموتي على نفسك. وثقي وتأكدي 1000000% ان رب العالمين مخبيلك الحلو قوي، وراكي الوحش عشان تتعلمي منه وعشان تقوي، وعشان خاطر اللي كنتي بتعمليه زمان ما تفكريش تعمليه دلوقتي، واللي كنتي بتقبلي بيه زمان ما تقبليش بيه دلوقتي. هاتيلي حد واحد بس كان بيتعامل زمان وهو صغير بسن اصغر من اللي هو فيه دلوقتي بطريقة بقى بيتعامل بيها دلوقتي وهو كبير. كل واحد بيشوف مقدار نفسه قد ايه، وانتي حددي مقدارك قد ايه وتعاملي على اساسه. ولو اتعاملتي انك عبارة عن بني ادمة جارية عشان مجرد حبك، فاحب اقولك ان انتي هتفضلي طول عمرك كده وما تنتظريش من اللي قدامك انه يقدرك.